السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله لو بتتابعوني لأول مرة، دي قناتي أنا منى أيوب. في الفيديو ده إن شاء الله هنعمل البلوفر اللي انتوا شايفينه ده، ازاي تعمليه بكل سهولة، وازاي تعملي كمان التفاصيل الجميلة اللي موجودة فيه. كمان كمية الخيط المستخدمة ونوع الخيط، وكمان تقدري تعمليه بسوستة أو من غير. هسيبكم مع بعض الموديلات اللي أنا عاملاها على القناة، يا رب تعجبكم ونشوف الفيديو والتفاصيل اللي موجودة فيه. علشان نعمل الموديل بتاع النهاردة هنحتاج خيط صوف، اي خيط انتي بتفضليه. انا استخدمت خيط ستوك، لو انتي حابة اي نوع خيط ممكن تستخدمي هيمالايا، ممكن تستخدمي اي نوع انتي بتفضليه. انا استخدمت خيط ستوك سمكه متوسط، يعني مش رفيع، اتخن من هيمالايا شوية. واستخدمت كمان الإبرة اللي أنا هستخدمها مقاس 5، ودي مناسبة للخيط بتاعي أو سمك الخيط. علشان كمان نعرف السمك بتاع الخيط مناسب للإبرة ازاي، انتي بتعملي كده. فلما بتلاقي ان الخيط مش طالع، يعني يدوب على الهوك بتاع الإبرة، يبقى هو ده مناسب للإبرة بتاعتك. هنبدأ الطريقة ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا عندي المقاسات اللي هنعملها لأي سن انتي حابة تعمليه، سواء أطفال أو حد كبير شوية، سن مثلا 13 14 سنة، أو حتى لحد كبير خالص. البلوفر بتاع النهاردة أنا هعمله من 6 شهور لسنة. وانتي بتطبقي عليه، بتاخدي المقاسات بالسنتيمتر وبعدين تطبقي على أي سن انتي حباه. أنا هاخد مقاسات الشخص اللي أنا عايزة أعمله البلوفر. هاخد العرض هجيب اي سويت شيرت عنده او اي بلوفر عنده، واخد العرض من النقطة دي للنقطة دي، خلاص قدام بس مثلا وليكن. طبعا اللي بياخد بأداة القياس اللي هي المزورة بياخد يعني بيلف حوالين الوسط كله وبياخد نص الرقم. طيب انا دلوقتي لو عندي بلوفر اهو، هقيس عليه، هاخد من الجنب ده للجنب ده وهو ده العرض. انا عندي المقاس بتاعي 24 سنتي، يبقى من هنا لهنا 24 سنتي. طيب الطول 30 سنتي، الطول باخد من النقطة دي من أعلى الكتف لغاية هنا 30 سنتي. بنشتغل في الأول من هنا لهنا تقريبا، يعني أنا دلوقتي لو هعمل 30 هعمل مثلا من هنا لغاية هنا، لأني بشتغل الكمر ده لوحده، فهعمل حوالي 27. وبعد كده هكمل الكمر، وبعد كده هاخد طول الكم. طول الكم برضو باخده على البلوفر بتاعي أو السويت شيرت اللي أنا هشتغل عليه، باخد من النقطة دي لان انا مش بعمل الكم من اول هنا، انا بعمله بيبقى البلوفر شوية ساقط، الكتف ساقط كده، فمش هينفع اخد الكم من هنا لهنا، انا باخده من النقطة دي للنقطة دي. فطلع عندي 31 سنتي. بعد كده انا بشوف الجزء اللي انا عملته ده كام سنتي، وبعدين اكمل بقية الجزء بتاع البلوفر، وده هيبقى واضح اكتر واحنا شغالين مع بعض. خلاص، يبقى انا كده البلوفر بتاعي محتاجة عشان اعمله لأي سن، اي سن انتي حابة تعمليه، 3 سنين 4 سنين 12 سنة، رجالي حريمي اي سن. هناخد المقاسات اللي انتوا شايفينها دي، باخد العرض من هنا لهنا واكتبه، وبعدين اخد الطول من النقطة دي للنقطة دي، وبعد كده اخد طول الكم من اول هنا لغاية هنا، وابدأ الشغل بتاعي. هنكتبه وهقول لكم هنعمل ايه. هعمل عقدة البداية وبعدين هبدأ الشغل بتاعي. هبدأ أشتغل سلسلة، مجرد بس إن أنا بدخل وأطلع وأعمل سلسلة وأعد وأنا ماشية. أو بعد كده زي ما قلت لكم إحنا هنقيس بالمزورة الشغل بتاعنا. هفضل أشتغل سلسلة لغاية ما أقول لكم عدد السلاسل اللي هنعملها قد إيه. أنا عملت أهو 20 غرزة سلسلة. لما أجي أقيسهم كده من الأول هنا للآخر حوالي 12 سنتي، اللي هي نص ال24. هنعمل أول حاجة الجزء ده، فعايزة نص ال24 اللي هي 12 سنتي. بعد كده هرتفع غرزة سلسلة وادخل في الغرزة رقم 20، بس هدخل في الحلقة الخلفية بتاعتها اللي هي هنا دي. بلف الجزء ده وادخل في الحلقة الخلفية واسحب كده، بقى معايا 2 على الإبرة، واعمل غرزة حشو تاني في الحلقة الخلفية اللي جنبها،
واسحب الخيط، بقى معايا 2 على الإبرة واعمل غرزة حشو. هفضل شغالة في ال20 غرزة سلسلة في الحلقة الخلفية، واعمل في كل غرزة غرزة حشو في الحلقة الخلفية بدون أي تزايد. اهو بصوا، ده كده الجزء بتاعي اهو، السلسلة بتاعتي انا بلفها كده وادخل في الحلقة الخلفية اللي هنا، وبعدين اسحب كده الخيط، بقى معايا غرزتين على الابرة واطلع واعمل غرزة حشو تاني اهو. هدخل في الحلقة الخلفية واطلع واعمل غرزة حشو، وهكذا لغاية ما اوصل لي الجزء ده كله هخلصه. خلصت خلاص السطر الاول، هرتفع غرزة سلسلة والف الشغل بتاعي كده. هشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو، كل حلقة هتقابلني هدخل فيها كده واطلع، بقى معايا 2 على الإبرة واشتغل غرزة حشو. مجرد بس ان انا هشتغل السطر كله بنفس الطريقة، بدخل في الحلقة الخلفية واطلع، بقى معايا 2 على الإبرة هعمل غرزة حشو تاني. دي الحلقة الخلفية اهي، هدخل واطلع، بقى معايا 2 على الإبرة واعمل غرزة حشو. يبقى انا مش بشتغل في الحلقتين كده مع بعض، لا، انا بشتغل بس في الحلقة الخلفية. هفضل ماشية برضو السطر كله بنفس الطريقة، مجرد ان انا هدخل واعمل غرزة في الحلقة الخلفية غرزة حشو لغاية ما اوصل لنهاية السطر بتاعي بدون اي تزايد. خلصت اهو السطر التاني، هرتفع برضو غرزة سلسلة وهلف الشغل بتاعي واشتغل في الحلقة الخلفية بتاعت اول غرزة هتقابلني. هدخل واطلع، بقى معايا 2 على الإبرة واعمل غرزة حشو. تاني غرزة هدخل واطلع، بقى معايا 2 على الإبرة واعمل غرزة حشو. تالت، هفضل شغالة بنفس الطريقة، مجرد ان انا بشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية والف واشتغل تاني. يبقى هشتغل كده وارجع لغاية ما اكبر الجزء ده عندي عشان اوريكم هنعمل فيه ايه. انا خلاص اشتغلت عدد من السطور زي ما انتوا شايفين، هنقسهم كده باستخدام المزورة، وده مش الطول الكلي، لسه هعمل جزء تاني هتشوفوه هنعمله ازاي. الجزء ده عبارة عن 22 سنتي. خلاص انا المفروض اعمله لغاية 27 وبعدين اكمله ل30 الجزء ده بتاع البليسيه او الكمر بتاع البلوفر. طيب انا هنا وصلت ل 22 سنتي، وهو تقريبا التلات ارباع من الطول اللي انا عايزاه اللي هو 27، غير طبعا 3 سنتي بتوع الكمر. هرتفع كده غرزة سلسلة وهدخل في الحلقة الخلفية وهشتغل الغرزة بتاعتنا اللي هي غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هفضل شغالة لغاية آخر السطر، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه في آخر السطر ده عشان ده مختلف عن اللي قبله. انا هنا خلاص وصلت لاخر السطر، فاضل عندي غرزتين، ادي 1 2 هعمل فيها تناقص. يعني هدخل كده في الحلقة الخلفية واسيب الخيط على الابرة، وبعدين ادخل في الحلقة الخلفية التانية وبعدين اسحب الخيط من الاتنين، وكده عندي السطر ده بقى ناقص غرزة. هرتفع كده علشان ابدأ السطر الجديد، وبعدين ادخل في الحلقة الخلفية واعمل في كل غرزة غرزة حشو في الحلقة الخلفية بدون اي تناقص لغاية ما اوصل لنهاية السطر. كده عملت السطر ده ثبات مفيش فيه اي تناقص. هرتفع كده واحدة سلسلة وبعدين هشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو، وبعدين الغرزة اللي بعدها برضو غرزة حشو، وهكذا لغاية اخر السطر. وبعدين برضو هنعمل التناقص بتاعنا، هشتغل لغاية هنا وهقول لكم هنعمل ايه. خلاص كده انا وصلت لنهاية السطر بتاعي اهو. طيب فاضل عندي غرزتين، 1 2. خلاص هدخل كده في الحلقة الخلفية واسحب الخيط، وبعدين في الحلقة الخلفية التانية واسحب الخيط واطلع منهم واعمل غرزة واحدة في الغرزتين دول. هفضل شغالة بنفس الطريقة، هرتفع واشتغل السطر ده ثبات لغاية هنا. يعني كل غرزة حشو في الحلقة الخلفية هعمل غرزة حشو تانية، مجرد بس هعمل سطر ثبات وسطر هو اللي فيه التناقص. انا خلاص كده خلصت السطر بتاعي ده، هرتفع وابدأ اشتغل بنفس الطريقة زي ما قلت لكم، سطر ثبات وسطر فيه تناقص علشان اوصل للجزء ده يبقى شبه السبعة كده. هقول لكم هيبقى شكله عامل ازاي. انا هرتفع واعمل كذا سطر عشان اوريكم الجزء ده هيبقى شكله عامل ازاي.
انا خلاص كده خلصت، عملت حوالي 8 سطور. مجرد بس ان انا عملت تناقص، وده عندي وصلت للجزء ده بقى فيه حردة الرقبة كده. دي كده القطعة الأولى في الصدر. هعمل قطعة زيها بالظبط للصدر برضو، وبعدين نعمل القطعة بتاعة الظهر. الطول كده 27 سنتي، فاضل 3 سنتي بس اللي هو الكمر أو الأستك. خلاص. أنا كنت عملت الطول، هعمل برضو قطعة بتاعة الظهر نفس الطول. هنا بدأت ب20 غرزة من السلسلة، هنا بدأت ب40 غرزة من السلسلة. لما نيجي نقيسها كده بالمزورة هنلاقيها ال25 سنتي اللي هي العرض اللي انا واخداه او المقاس اللي انا واخداه، وطولها زي ما انتوا شايفين اهو 27 سنتي. فاضل برضو ال3 سنتي بتوع الاستك او البليسيه اللي هنعمله تحت. نجمع الاجزاء ونبدأ بس نرصها صح. ده الصدر اهو، دي الجزء بتاع الرقبة، ده الظهر، وده الجزء الاول من الصدر، وده الجزء التاني اهو. خلاص هحطه كده علشان نبدأ نثبته. هجمع بس الاجزاء دي مع بعض، مجرد ان انا بس ايه هخيطها من هنا، وبعدين هنعمل كمان الكم، وبعدين نثبتهم واقول لكم هنعمله ازاي. هنيجي بقى نعمل الاسوره بتاعه البلوفر ده. طيب عشان اعمل الاسوره دي انا حابه اعمل الاسوره تبقى لونين، هقول لكم نعملها ازاي. هبدأ كده اعمل سلسله بدايه، وبعدين هبدأ اعمل سلسله 1 2 3 4 5 6، وبعد كده هرتفع واحدة وادخل في الغرزة رقم 6 واعمل غرزة حشو. هسحب كده الخيط يبقى معايا 2 على الإبرة، هعمل غرزة حشو، وبعدين في الغرزة اللي جنبها هدخل واطلع، بقى معايا 2 على الإبرة، بس هغير اللون هنا واعمل لون تاني. هدخل كده اللون التاني ده، هسحب كده الخيط من الاتنين اللي على الإبرة. خلاص هشد بس اسحب كويس كده، وبعد كده هدخل في الغرزة اللي بعد كده واسحب الخيط، بقى معايا 2 على الإبرة، هعمل غرزة حشو، وبعدين في الغرزة اللي بعديها برضو هسحب الخيط، بقى معايا 2 على الإبرة، بس مش هسحب الخيط ده لاني عايزة اغير اللون، فهسيب الخيط ده ورا وهسحب الخيط اللي لونه لبني، هسحبه كده من هنا، بعدين اشد الخيط بس ده كده، وبعدين اكمل غرزة حشو، وبعدين غرزة حشو، ويبقى كده عملت 6 غرز حشو. ادي 1 2 واتنين من اللون البيج اهو، شد الخيط بس عشان تبان، وبعدين 2 تاني من اللون اللبني. هرتفع كده غرزة سلسلة وبعدين اشتغل تاني. هدخل كده في الحلقة الخلفية واطلع واعمل غرزة حشو، وبعدين في الحلقة الخلفية اللي جنبها واسحب الخيط، بقى معايا 2 على الإبرة. بصوا كده هرجعه هنا عشان ده وش الشغل بتاعي اللي انا بدأت بيه، واسحب اللون ده، وبعدين اسحب بس ده كويس اثبته وامسك اللون ده اللي هشتغل بيه. هدخل في الحلقة الخلفية واعمل غرزة حشو، وبعدين في الحلقة الخلفية اللي بعديها بقى معايا 2 على الإبرة، هسحب اللون التاني منهم اللي هو اللبني، وبعد كده اشتغل الاتنين اللي فاضلين. ادي 1 ادي 2، وبعدين ارتفع والف الشغل بتاعي، ادخل هنا في الحلقة الخلفية واعمل غرزة حشو، وبعدين في الحلقة اللي جنبها خلاص بقى معايا 2 على الإبرة، هسيب ورا الخيط، وبعدين اسحب الخيط اللي لونه بيج، هسحب بس اللبني ده اثبته كده، وبعدين هدخل في الحلقة الخلفية دي واعمل غرزة، وبعدين في الحلقة الخلفية اللي جنبها واسحب الخيط، وبعدين اخد الخيط اللبني عشان اغير اللون. خلاص، وبعد كده هدخل هنا هعمل غرزة حشو في الحلقة الخلفية وغرزة حشو في الحلقة الخلفية. كده خلصت السطر، عبارة عن 2 لون لبني و2 لون بيج وبعدين 2 لبني. هرتفع والف الشغل، انا معايا 6 اهم، بصوا 1 2
3 4 5 6. هدخل في الحلقة الخلفية واعمل اول غرزة حشو، وبعدين تاني غرزة حشو غير مكتملة، وهاخد الخيط ده هنا عشان ده اهو الشغل بتاعي زي ما قلت لكم، ده ظهر الشغل. هسحب اللون اللبني وبعدين هشتغل بيه. هدخل هنا واعمل غرزة حشو كاملة، وبعدين اللي جنبه غرزة حشو غير مكتملة. هسيب الخيط ده هنا واسحب اللون اللبني، وبعدين اشتغل الغرزتين اللي فاضلين. ادي 1 2 في الحلقة الخلفية. هلف الشغل وابدأ ارتفع، وده شكل الاستك بيكون زي ما انتوا شايفين، او الكمر بتاع اي بلوفر او اسوره بتاعه بلوفر برضو هيبقى بنفس الطريقه زي ما قلت لكم اهو. ده وش الشغل بتاعي وده الظهر، فعلى طول بخلي الخيط ورا. يعني انا دلوقتي هشتغل ده الوش اهو ليا، هدخل هنا في الحلقه الخلفيه كده واسحب الخيط واعمل غرزه حشو، وبعدين في الحلقه اللي جنبها واسحب الخيط. هبدل هنا اللون، هسيب الخيط ده كده ورا واسحب اللون البيج، وبعدين اعديه من الحلقتين مع بعض. خلاص، اشد بس الخيط التاني ده شوية، بعدين ادخل في حلقة اهي البيج في الغرزة بتاعتي في الحرف الفي، ادخل في الحلقة الخلفية بقى معايا 2، اعمل غرزة حشو مكتملة، وبعدين ادخل في اللي بعدها غرزة حشو غير مكتملة. هسيب الخيط ده ورا واسحب الخيط اللي لونه لبني، وبعدين اشتغل كده. هدخل في اللي بعديها اهي واعمل غرزة حشو، وبعدين في اللي جنبها غرزة حشو تانية، بعدين ارتفع غرزة سلسلة والف الشغل. هدخل كده ادي غرزة حشو، وبعدين غرزة حشو غير مكتملة. اتفقنا ان ده وش الشغل وده الظهر، فهسيب الخيط عندي هنا، وبعدين اسحب اللون ده، وبعدين اسحبه من اللفتين اللي على الإبرة، وبعدين أدخل أعمل أدي أول غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وادي تاني غرزة حشو. مجرد بس إن أنا هسحب اللون ده منها علشان يبقى اللون عندي كده أهو، اللون يتغير، وبعدين أدخل هنا غرزة حشو، وبعدين غرزة حشو تانية، وهكذا. هرتفع والف الشغل. بصوا الشغل كده الامامي بتاعي بقى شكله باين، او حوالي 18 سطر. لو جينا نقيسها بالمزورة، بصوا طولها حوالي 13 سنتي. طبعا انتي كل ما تعملي سن اكبر، يعني ده من 6 شهور لسنة، لو حابة تعملي سنتين مثلا هتزودي سنتي، وهكذا 3 سنين يبقى سنتي كمان. وبرضو على حسب انتي بتقيسي الاسوره بتاعه الطفل وبتشوفي هو هياخد قد ايه. خلاص كده انا وصلت للطول اللي انا عايزاه. هبدا اشتغل، هرتفع كده غرزه سلسله، وهدخل في اول غرزه هتقابلني اللي هو اول سطر، واعمل غرزه حشو، وفي نفس المكان هعمل غرزه حشو تانية، وبعدين في الجزء ده اللي هو غرزة البليسيه دي او الاستك بتاعة الكمر، الاستك قصدي بتاع الاسورة، هبدأ في عندي جزء مجوف لجوه وجزء بارد. كل جزء هيقابلني هشتغل فيه 2 حشو. هدخل برضو هنا في الجزء البارز ده واعمل اول واحدة حشو، وبعدين في نفس المكان هدخل واعمل تاني غرزة حشو. عندي برضو دي اللي داخله لجوه هدخل فيها كده واعمل غرزة حشو، وفي نفس المكان تاني غرزة حشو، وبعدين البارز هدخل فيه كده واعمل غرزة تاني اهو، هدخل فيه كده واسحب الخيط واعمل غرزة حشو، وفي نفس المكان هدخل واعمل غرزة حشو تانية، وهكذا لغاية ما اوصل للجزء ده. يبقى انا هعمل 2 حشو في كل سطر من السطور دي لغاية ما اوصل لهنا، وبعدين هقول لكم تكون عندي كام غرزة حشو. كده انا عملت السطر كله غرز حشو، اتكون عندي حوالي 36 غرزة حشو. بصوا بقى الخيط اللي هو ده انا هقصه، وبعد كده
هاخد بالي ادككه كويس علشان بصوا كده، علشان هو ما يتسحبش. فهدخل هنا كده واسحبه واعمل له عقدة كده. ممكن اعملها اكررها كذا مرة وبعدين اقص الخيط الزيادة. برضو الخيطين دول اللي هو بتاع البداية بتاعتي هربطه مع الخيط ده، وبرضو هحاول ادككه علشان ما يبانش. طيب نرجع بقى لجسم جسم الكم بتاعنا ونبدأ نشتغل كده. هرتفع واحدة سلسلة وبعدين اشتغل الجزء ده بتاعي اهو. هدخل في الحلقة الخلفية واعمل غرزة حشو، وبعدين في الحلقة الخلفية اللي جنبها واعمل غرزة حشو، وهكذا بنفس الغرزة اللي احنا اشتغلنا بيها البلوفر. مش هعمل اي تزايد، خلاص التزايد اللي احنا عملناه كان في اول الاسورة اللي هي دي الاول سطر، وبعد كده همشي عادي واعمل في كل غرزة هتقابلني في الحلقة الخلفية بتاعتها غرزة حشو. وهبدأ يعني هبدأ أعمل في كل حلقة من الحلقات دي غرزة حشو، وهكذا لغاية ما ابني جسم الكم بتاعي علشان يبقى زي الكم ده اهو. أنا عملت الكم ده اهو، الجزء ده زي ما انتوا شايفين طلع 36 غرزة. بدأت أرتفع من غير أي تزايد لغاية ما اداني الطول اللي أنا عايزاه، اللي هو الطول ده، اللي هو لما أحطه مع الجسم البلوفر بتاعي من اول الرقبة هيكون لي 31 سنتي. هبدأ اشتغل الكم ده زي الكم ده، بس الفرق ان انا حبيت اعمل للكم التاني لون، فهدخل الخيط البيج ده تاني هحطه هنا سطر بس او سطرين اعمل بيه لون تاني في جسم الكم علشان يبقى الشكل اللي هتشوفوه لما يخلص ان شاء الله. هشتغل انا الكم ده لغايه ما يبقى الطول بنفس عدد السطور بتاعه الكم دي، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. انا اشتغلت الكم اهو زي ما انتم شايفين، وده الكم التاني عملته بنفس الطريقه، بس حبيت اعمل لون بس مجرد 3 سطور من اللون ده. انا خلصت اهو الصدر زي ما انتم شايفين. دلوقتي هشبك الصدر مع الظهر بطريقه سهله خالص. انت هتخلي ده الوش، يعني لو عندك هنا اي خيوط، انا الوش والظهر كله كويس ما فيهوش اي خيوط متصله. لو انت عندك اي خيوط فهتخليها لبره هنا وهتبداي تثبتي على الظهر. طيب باستخدام كده ابره التنظيف هحط كده الجزء ده اول غرزه مع اول غرزه. انا بعد ما عملت التنقص هنا في الصدر اتكون عندي 14 غرزه حشو. فهمسك كده، هختار كده الحلقة الخارجية من هنا مع الحلقة الخارجية من الناحية التانية خلاص. وبعدين في نفس الاتجاه اللي انا خرجت منه هدخل كده هنا مع الحلقة الخارجية من هنا، وبعدين الناحية دي اللي انا خرجت منها اهو هدخل من نفس الناحية اهي للناحية دي، وبعدين هنا من نفس الاتجاه اللي انا طلعت هنا كده منه هدخل هنا الحلقة الخارجية من هنا مع الحلقة الخارجية من هنا. اخد بالي بس الخيط ده هربطه مع ده علشان زيادة تثبيت. هفضل ماشية بنفس الاتجاه من الناحية اللي انا خرجت منها. هدخل كده الحلقة دي مع الحلقة دي وكل غرزتين قصاد بعض، وبعدين هدخل من هنا وبعدين ابدأ شغالة كده. بصوا شكل التثبيت بتاعي بعد ما بخلصه، بصوا بقى ده شكله بيبقى عامل كده. هشتغل انا الجزء ده والجزء ده كمان بنفس الطريقة، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه عند الكمام. شكله اهو بعد ما انا ثبته ده من بره، وده الجزء اللي انا ثبته اهو من جوه يبقى شكله عامل كده، ومن بره زي ما انتوا شايفين عشان اشتغلت على الحلقتين من جوه فشكله عامل كده ماشي مع الشكل بتاع الغرز بتاعتي. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هبدأ اثبت الكمام. ادي الكم اهو، ده الكم الاول وده الكم التاني. هنفرد البلوفر كده
وده الكم بتاعي. انا عديت الغرز زي ما قلت لكم، طلع 36 غرزة. حطيت فيه الغرزة رقم 18 في المنتصف بالظبط، العلامة دي. وبعدين هبدأ احط الكم كده، وبعدين هحط نفس العلامة اللي هي المنتصف عند المكان اللي انا خيطت فيه الجزء الامام بالخلف. هشبكهم كده في بعض، وبرضو هعمل الكم التاني بنفس الطريقة. وبعد كده هبدأ اثبتهم بنفس الطريقة اللي انا ثبت بيها الجزئين دول. هثبت برضو الكم التاني بنفس الطريقة. طيب بنعملها ازاي؟ زي ما قلت لكم، ده الوش هاجي اعمل كده، وده الوش برضو بتاعي، لان احنا اتفقنا ان في الشكل ده الظهر الرسمة دي هعملها كده، وابدأ اثبتها برضو باستخدام ابرة التنظيف. هبدأ كده، هبدأ من المنتصف وهمشي كده اثبت الشغل ده هنا، وبعدين هرجع تاني من المنتصف هنا لغاية الحرف. وده احسن علشان الغرز تبقى قد بعضها. طيب انا هاخد برضو بنفس الطريقة. طيب الشغل ده باين الحلقتين بتوعي اللي هما الحرف في زي ما انتوا شايفين. هنا الجزء ده هو سطور كده، فانا هاخد غرزة من هنا مع سطر من هنا. يعني بصوا، هدخل كده الجزء ده، احط بس الاتنين كده على بعض، وبعدين هاخد غرزة من الغرزة الخلفية من الكم مع سطر من جسم السطور، يعني مع سطر اهو. هدخل هنا كده، وبعدين هرجع ادخل من نفس المكان اللي انا طلعت فيه في السطر اللي بعد كده مع حلقة من الكم، وبعدين هدخل برضو في الحلقة الخلفية من هنا مع سطر من جسم البلوفر، بعدين سطر من هنا اهو مع الحلقة دي اهو. دي طريقة تثبيت سهلة جدا، وممكن تعمليها كمان في حد ممكن يثبت الجزء ده يعني بإبرة الكروشيه، فعادي برضو اختاري الطريقة السهلة ليكي. ده سطر اهو، وبعدين هاخد سطر من هنا مع غرزة من هنا، وهكذا لغاية ما اخلص الكمين بنفس الطريقة. واخد بالي ان انا دخلت مرة في السطر ده، هدخل في السطر اللي بعده، وبعدين في السطر اللي هنا مع الغرزة دي. بدخل كل مرة من نفس اتجاه الخيط اللي انا بخرج منه، وده احسن في التثبيت، وكمان بيدي شكل كويس. واخد بالي برضو ان انا اخد حلقتين مع بعض، يعني اخد فتلتين، ما تبقاش فتلة واحدة. بصوا كده شكل التثبيت بتاعنا بيبقى جميل، وكمان مريح جدا للعين، ومفيش فيه اي غلطة. هكمل الجزء ده وهثبت الكم التاني، وهقول لكم هنعمل ايه بعد كده. خلاص كده ثبت الكم اهو زي ما انتوا شايفين، وعملنا الكتف. همسك الجزء ده كده، وبعدين نبدأ نقفل البلوفر من هنا وهنا كمان، يعني الكم هنا والجنب بنفس الطريقة اللي قفلنا بيها الكم مع جسم البلوفر. هنحط كده الجزء ده على الجزء ده، وبعدين همسك كده كل سطر مع السطر اللي مقابل ليه، وهبدأ اشتغل كده. وبرده هنا برده هقفله كده لغاية الاسورة. خلاص انا ثبت اهو الجنب، وادي الكم اهو اتثبت. دي شكل الخياطة بعد ما خيطناه، وكمان ده شكل الجزء اللي احنا قفلناه. باقي البلوفر هسيبلكوا اللينك بتاع الجزء التاني في صندوق الوصف، تقدري تشوفيه وتتابعيه. وكمان ازاي تعملي الكابيشو ده، وازاي تركبي سوستة، وازاي تعملي الجزء اللي هو بتاع البلوفر الكمر، يعني ازاي تعمليه بلونين. كل ده موجود في الجزء او الاجزاء اللي هتنزل بعد كده.